السلام عليكم الناس الكل، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت نحكي معاكم في موضوع مستفزني الفترة هذه وزيد حشرت فيه. يعني حطوني فيه الناس من غير ما انا نحب نكون موجودة فيه، خاطر يتاجيوني في حاجات، يبعثوا لي ميساجات اللي هو الفرق بين الانسان المتدين والملتزم والانسان غير متدين وغير ملتزم. يعني فما ناس إخوة وأخوات التزموا مؤخرا ولا عندهم فترة والجو رواحهم معناها ملتزمين ما شاء الله جدا ومتشددين في التزامهم، ولو يشوفوا الناس اللي مش متدينين دون سانس ظاهريا، مرأة مش متحجبة مثلا، فهمتوني، راجل يشرب ربي يهديه، فهمت، حد ما يصليش، المشكلة انهم ولاو يحكموا عليهم حكم قاسي جدا، واستغفر الله يا ربي، استغفر، كأنهم هم الناطقين بسم الله في الأرض. يعني أنا مثلا تجاوني في 3-4 انستغرامات، خاطر في البحر لابسين حوايج بحر كل شيء، ما نقولي لهم كلمة ما تعرفيهم ما كذا. أنا أول حاجة ما نعرفهمش، ثاني حاجة شوفوا بالنسبة للدين، أي نعم النصيحة هي من الدين، معناها المسلم يلزم ينصح أخيه المسلم يلزم يقولوا لازمك ترجع ربي، لازمك تصلي، هذاك واجب على المسلم. لكن اجتماعيا اسمها حرية شخصية، يعني أنا لشكون نسمح روحي باش ننصح؟ الناس اللي أنا قريبة منهم لصاحباتي مثلا، اللي مش حاب نقول صاحباتي، البنات اللي موجودين في حياتي نحبهم وعندي دليل عليهم، أصغر مني أكبر، المهم فما بيناتنا محبة، نجيها بيني وبينها ونقولها يا فلانة اسمعيني، مثال شقبل مني، أنا أختك الكبيرة، أنا أختك الصغيرة، أنا كذا، أنا قد أمك، أنا قد بنتك، سترة. الصلاة راهي مد الدين وميقات مع الكتاب موقوت، وهي اللي باش نقابلوا بها وجه ربي، ويا ريت وهكا جونتيمون، ولازم تكون حدود العلاقة بيني وبينها تسمح لي. اما انا باش نجي البنيه ما نعرفهاش بس جست هي، يعني خاطرها هي معروفه وانستغراموز، وانا كنت ممثله وفي التلفزه، دونك انا عندي الحق نتسلط عليها ونتدخل في حياتها الشخصيه؟ نو، جو نبو با. ربما اذا واتت الفرصه وتقابلت انا وياها وحكينا وسالتني هي مثلا نجاوبها، اما انا ما ندخلش في الحياه الاجتماعيه للناس، فما عادش تطاقوني لو سمحتوا، لا عاد تعملوا لي تاج، لا عاد تبعثوا لي ميساجات بالحق، تعرفوا عليه انا شكون، انا ولا انتم شكون باش نحللوا ولا نحرموا؟ فما شكون زاد ممثلين معتزلين باركولي وندر شنو على الحاجه تتربى تقولي منال بالله تكلمي وقولي راهو التمثيل حرام والفن حرام والغناء حرام والموسيقى حرام. ليه 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 يا معلم؟ سامحوني، انا شكون؟ انا شكوني انا باش نحرم ونحلل؟ اخي انا الشعراويه، يا اخي انا شيخ من شيوخ الزيتونه، انا مازلت نتبع اتباع، ما نجمش نحلل، ما عنديش جواب لسؤال التمثيل هل الفن حرام ام حلال، ما نعرفش. ثم هو الحاجات الاسهل من هذا يقولك الحرام بين والحلال بين، اما تجيني تقول لي منال انت بطلتي التمثيل خاطر حرام، لا، هذه مره، وباش نفسر للناس الكل اون فوا بور توت، انا راني بطلت التمثيل اللي هو المسرح اساسا بالنسبه لي انا، فهمتوني، بطلته 2023 بعد وعكه صحيه، ما عادش نجم نشد سورسان الوقت متاع المسرحيه، بدني ما عادش يجاوب، تعبت، عملت شويه عروض المسرحيتي شروق مريم، ومن بعد ساي بطلت، مش خاطرني تحجبت، مازلت ما تحجبتش وقتها، ومش على خاطر حرام نكذب، كان نعمل فيها كيكه والله انا ضحيت بالفن والتمثيل على خاطر الدين، نكذب، حتى ربي عرفني انا نكذب، مش نكذب على ربي، باين الناس نكذب عليهم، انتم نكذب عليكم وربي نكذب عليه، ومن بعد كيفاش باش نوقف بين يديه نصلي؟ جميع يا جماعه، انا راني بطلت التمثيل على خاطر صحتي اول حاجه، يعني المسرح، خاطر انا كي نقول تمثيل عندي تمثيل هو المسرح، بطلته خاطر صحتي، اخر عرض عملته في شروق مريم كملته باش نموت، طبتي قالوا لي ارتاحي اكها، هما نفس طبتي اللي قبل قالوا لي منال لازمك ترجع تمثل، لازم تكون سورسان، ولازمك تدير شنو، خاطر وقتها بسيشيكمون انا كنت محتاجه، لكن كي شافوني ساي سامحوني في الكلمه بيلت، ما قالوا لي يزي ارتاحي، وضحت لكم يا جماعه انا بطلت التمثيل على خاطر صحتي، بعد انا قعدت من غير تمثيل من غير حد شيء، تعمقت اكثر في الالتزام، ومرحليا شويه شويه
بديت نبدل في لبستي اوسع شويه، بعد نلبس حاجه دشمه، بعد نلبس عبايه، بعد قاعد نقصت كان الحجاب خاطر صلاه الحمد لله نصلي يا ربي هديني والحمد لله وقايمه معنا بالفرائض نتاعي. اما بيني وبين ربي مش ندور في مدينه الثقافه ونحكي ها صليت الظهر ها ليه ماشي نصلي، لا 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 نو. وزملائي يشهدوا على الكلام هذا اللي معايا في فرد اداره، يعني يعرفوني كيفاش نصلي، سكر على روحي البيرو ونصلي ونحي في وقت بوز نعرف كيفاش، خاطر مش واحد هكا يتفشخر معناها يوري في يتفاخر، لا لا، والتباهي وذاك كله حرام، هذا ما حسب ما نعرف ذاك حرام بينك وبين ربي. وكي تحب تنصح كيما قلت لكم حد يعرفه. انا شيمني فيها انستغراميوز لابسه بيكيني ولا لابسه مايو ما نعرفهاش، وهي حياتها الشخصيه، وباش هي قبرها باش تدخل فيه وحدها، باش تحسب وحدها. والله يعني كل انسان فما باك جراوند وعنده حاجات يعرفها. فانا ما معيشكم، ما عادش تلاقيوني في حاجات كما ذوما، وما عادش تدخلوني في معامع كما هذه. شوفي الممثلات ايش عاملين، شوفي الانستغرام كله على دينه الله يعينه، هذا جروسو مودو. لكن كما قلت لكم اذا كان وصلنا قربنا وفما نوعيه العلاقه تسمح اني انا ننصحهم، لن ابخل عليهم بالنصيحه، لانه واجب علي وفرض علي كمسلمه اني انصح الناس المرتدين، الناس الغير متدينين، الناس غير ملتزمين. فما حتى ناس ما يعرفوش بالحق. يعني كي نشوف مثلا ولد عمي ولا خويا ولا جاري ولا حد قريب لي يشرب كل يوم حشاشر وكل شيء، نجي ننصحه بالطبيعه، يعيش خويا سايب عليك راهو كذا راهو هكا، فهمتوني. نشوف مراه مثلا كبيره نعرفها جارتنا، نعرفها من بعيد او من قريب، لكن علاقتي بها جيده، مثلا ما تصليش نجيها مثلا يعيشك صلي وراهو كذا، وهكا راهو متذلله تبدا معناها، على خاطر وقاحة كبيرة تتسمى. إذا كان عبد ما تعرفش اسمع يا عريان أنت، لا 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 لا، مش هكا يا جماعة، مش هذا الإسلام. أي نعم ربي أمرنا إن ننصحوا، إن كيف نشوفوا الناس غالطين نردوهم، كي نشوفوا الناس في يعني يعملوا في الحرام الكبائر، فهمتوني، ننصحوهم ان نردوهم ونقولهم ما يجيش عيب، مش عيب حرام بليتو، مش لازم نحكي بالعيب ومش عيب، حرام راهو الدين يقول هكا، راهو الاسلام يقول هكا. وي اما نعاود نقول لكم لازم يكون بيني وبينهم درجه علاقه قرابه في العلاقه اللي تسمح لي بالشيء هذايا، سينو كل شيء معلقه من كراح. ايش معناها انا نشوفهم هم يعيشوا في حياتهم كيف ما يحبوا، يسمعوا في الاذان كيف يذن ما يصلوش، يجي رمضان يشوف الناس صايمين ما يسيموش، عندهم فلوس تجيهم يمشوا يعملوا فواياجات ما يحبوش يعملوا عمره، هم احرار يا اخي. انا خاطر عندي درجين من اللي تدينت تحجبت باش نجي ننصح حد مثلا عمره 55 و 56 سنه وانا ما عنديش علاقه بيها، نعاود نفسر لكم معناها خاطر الناس تمركيو فيا عليهم، راني ما عنديش حتى علاقه بيهم. واحده يمكن انستغرامات كي تشوفني تقولي اهلا منين، نقولها اهلا فلانه. كان جات الفرصه ونجمت هكا وتشجعت نقولها امان اذا تحبيني انا اختك كذا، راهو الدين يقول كذا وكذا، باش نخلص ضميري قدام ربي. اما عباد ما نعرفهمش نقوم نحكم عليهم انا. ثم نقطه اخرى سامحوني من غير ما يتغشش حد، راهو الناس اللي مازالت كي التزمت هذية ومازالت كيف رجعت لربي ورجعت للدين، مش كلهم راهم النساء، مش كلهم راهم على عدويه، ورجال مش كلهم الصحابه. راهو معناها انت توا كي تجي تبدا تهزع على فلان ولا فلتان، شوف روحك وين كنت قبل ما تتحجب وقبل ما تلتزم. كنتي تلبسي في البيكيني وكنتي تسهري وكنتي في بلايص. انت مثلا فيكم شكون من نعرفكم واحد انا، فيكم شكون حياته الماضيه فيها من الكبائر ومن المعاصي ما لم ترتكبه، واخت اخرى غير متحجبه نعرفها تصلي في كل وقت وفي وقته وتزكي وتصدق وتعمل في الخير وتصلي في التراويح وكل شيء، اما ما تبينش فقط مش لابسه حجاب. ما فهمت؟ راهو مش مقياس. شوف فما مثل فرنسي مزيان برشا يقول لك لابي نو في با لموان. الموان خلينا نقول لكم من الاخر معناها بما معناها القس او رجل الدين، مش خاطر الانسان يلبس لبسه ذيك تاع القسيس هذيك القسيسين، ولا يلبس جبه بيضه ويعمل لحيه وعنده واحده هنا معناها راهو هذاك هو صدق الله العظيم. لا هنا ونعاود نقولوا كي تجي الفرصه لازمنا ننصحوا ونقولوا للناس يعيشكم صلاتكم وكذا وكذا. اما انا مانيش مسؤول على ناس ما نعرفوش، وانا شكون باش نحلل ونحرم نهديكم ربي، راني انا مازلت بيدي نفركس في ثنيتي نحو الله، ان شاء الله ربي يثبتني ويثبتكم اجمعين الناس الكل، وبارك الله فيكم على تفاهمكم، بالله لا عاد تحرجوني، وانا تتاكدوا انا مش مقصره.
وإن شاء الله ربي يثبتني ويقدرني. والسلام عليكم.